نشرة إنذارية: أمطار قوية تصل إلى 70 ملم مرتقبة في بعض المناطق. وقبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم زر الجرس ليصلكم كل جديد. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد وهبات رياح وتساقطات ثلجية وطقس بارد من اليوم السبت إلى يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح تتراوح مقاييسها ما بين 40 و 55 ملم بعمالات وأقاليم تارودانت والشوكة أيتباها الصويرة أكادير الدوتانان إنزكان أيت ملول، وما بين 25 و 40 ملم بالحوز وأزيلال وسطات والجديدة وآسفي وسيدي بنور اليوسفية بني ملال تيزنيت وشيشاوة المحمدية خنيفرة والفقيه بن صالح خريبقة والرباط الخميسات الدار البيضاء كذلك مديونة وبرشيد وبن سليمان وتمارة والسخيرات ومراكش والرحامنة وسلا وقلعة السراغنة وأخيرا النواصر. وذلك اليوم السبت من 11 صباحا إلى غد الأحد عند منتصف النهار. كما يرتقب تسجيل الظاهرة ذاتها بمقاييس تتراوح ما بين 40 و 70 ملم بكل من العرائش والفحص أنجرة تاونات والحسيمة سيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة وشفشاون المضيق والفنيدق وتطوان وطنجة وأصيلة وكذلك وزان. وذلك اليوم السبت من الساعة 3 بعد الزوال إلى غد الأحد على الساعة 11. وأضافت النشرة أنه يرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 1500 متر يتراوح سمكها ما بين 10 و 30 سنتيمتر بكل من أزيلال وميدلت وورزازات وإفران الحوز بولمان وخنيفرة شيشاوة وتارودانت وشفشاون والحسيمة وبني ملال وتنغير. وذلك من منتصف نهار يوم السبت إلى بعد غد الاثنين على الساعة 6 صباحا. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعمالات وأقاليم ميدلت والقنيطرة طنجة وأصيلة وزان والعرائش وشفشاون وسيدي سليمان وسيدي قاسم. وذلك يوم غد الأحد من 10 صباحا إلى 8 مساء. خذوا حذركم.